قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن واحد من كل 57 شخص بيعيشوا في غزة اتقتل أو اتصاب في خلال الأسابيع الخمسة اللي فاتوا، ده وفقا لأرقام وزارة الصحة بغزة. واللي متابع هيعرف آخر أحداث الاحتلال يوم 14 نوفمبر. طلع المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة عندها استخباراتها وبتشير إن حماس استخدمت المستشفيات في قطاع غزة والأنفاق تحتها لإخفاء العمليات العسكرية واحتجاز الرهائن. وكمل كلامه إن غرفة القيادة وقادة حماس مستخبيين تحت مستشفى الشفاء، وبيوضح في الآخر إن ده بيدي صعوبة لقوات الاحتلال عشان حماس دخلت بين السكان المدنيين. بس في كذا حد كشف كذبهم، وفي دكتور جراح تجميلي في مستشفى الشفاء قال ان مفيش في المستشفى غير مدنيين بس، وان ما شافش في المستشفى اي سلاح او مسدس او فرد من افراد حماس. ويكمل كلامه ان في 6 دبابات وحوالي 100 جندي من القوات الخاصه واقتحموا المجمع وقسم الطوارئ. وفي فجر يوم الاربعاء طلب الاحتلال من مكبرات الصوت ان كل الرجال اللي بتتراوح اعمارهم من 16 ل 40 سنه ان هم يغادروا مبنى المستشفى فورا باستثناء اقسام الجراحه والطوارئ. وغير ان الجنود ضربوا نار في الهواء عشان يجبروا الناس اللي جوه اللي هم يطلعوا، وقامت بتركيب جهاز للمسح والاستشعار وخلوا الرجاله يمروا من عليه. غير ما اتكلم رئيس قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء، او زي ما نقلته بعض الصحف، ان جيش الاحتلال كان مغطي اعين النازحين اللي دخلوا المستشفى عشان يحموا نفسهم من القصف اللي بره المستشفى، وقلعوهم هدومهم وودوهم لمكان مجهول. وكانت قوات الاحتلال لما دخلت المستشفى كانت بتتنقل من غرفه لغرفه ومن طابق لطابق، وبيستجوبوا الموظفين والمرضى. وده طبعا مش كل اللي كان بيحصل، لان اللي بيحصل في المستشفى كان اكيد اكتر من كده، لان المستشفى اتقطع عنها جميع الاتصالات. وفي دكتور فلسطيني اتكلم ان قبل اقتحام المستشفى قصفوا الجسر اللي واصل بين الجراحه العامه والجراحه التخصصيه، فما بقوش عارفين يتنقلوا بين المبنيين، وانهم قاموا باخلاء الدور الرابع في المستشفى عشان كان اتدمر حرفيا. وطبعا بعض المراسلين وضحوا ان قبل الاقتحام ب 12 ساعه كان في قصف واطلاق نار في محيط المستشفى، حتى ان كل المباني اللي حوالين المستشفى كلها اتقضى عليها. غير ان الجيش عمل دعوه للبي بي سي وبعض فرق عمل تابعين لقناه تلفزيونيه امريكيه عشان يوروهم ايه اللي لقوه جوه المستشفى، وطلع لهم دروع وذخاير وبنادق عشان يقولوا ان حماس خبت الحاجات دي كلها في المستشفى. وقالوا ان حماس واخده المستشفى مركز قيادي ليهم، وهو ده اللي نفته حماس في نفس الوقت. ده فيه ان في حاجه غريبه حصلت جدا وقتها، وان هي مراسلين البي بي سي كان عليهم رقابه شديده جدا، وممنوع اي حد من المراسلين يتكلم مع الاطباء او المرضى. وطلع بعدها اسامه حمدان مسؤول وقيادي في حماس ان الاسلحه اللي لقيتها اسرائيل تم زرعها من خلال قوات الاحتلال نفسه خلال هجومهم على المستشفى. وحماس طول عمرها بعيده جدا عن مستشفى الشفاء وباقي المستشفيات الثانيه كلها في غزه. ووضح في الاخر ان الفيديو اللي عملته اسرائيل هو فيديو رقمي من انشائها هو. غير ان قوات الاحتلال كانت بتوضح ان في انفاق تحت المستشفى، وتطلع الولايات المتحدة الأمريكية بعدها وده أكبر حليف لإسرائيل فاتبرأت من الموضوع بكل سهولة على لسان المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض. هو اللي قال إن في أنفاق تحت مستشفى الشفاء، وإن المخابرات الأمريكية هي اللي عرفتهم إن في أنفاق تحت المستشفى. وده طبعا من غير ما أي حد يحس. أمريكا ادت الضوء الأخضر لقوات الاحتلال عشان يعملوا مجازرهم. وكمل كلامه قال للإسرائيليين إن إحنا عايزين نقلل الخسائر في صفوف المدنيين. شوفوا سبحان الله، هو اللي كنا بنتكلم عليه في اول الحلقه. ووصف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان اسرائيل دوله ارهابيه، ورغم الضغوط الدوليه لاسرائيل عشان يوقفوا الحرب وضح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ان مفيش مكان في غزه مش هنعرف نوصل له، ومفيش مكان لحد يستخبى او لملجا. وبرضه لسه بياكد ان هم هيوصلوا لحماس ويجيبوا الرهاين بتوعهم. وفي نفس اليوم اعلنت كتائب القسام اللي هو الجناح العسكري لحركه حماس ان هي استهدفت حفار عسكري وكان معاه بعض جنود الاحتلال ودمروهم بعبوات مضاده للدروع. وغير ان دمروا 11 آلية عسكريه خاصه بقوات الاحتلال. وكان الناطق باسم كتائب القسام ابو عبيده، واكد ابو عبيده ان اعداد القتلى بين قوات الاحتلال اكتر بكتير من اللي بيعلنوا جيش الاحتلال. وغير ان اضاف ابو عبيده ان وحدات النخبه القساميه من قتل العقيد كيفن داروين وخليه من الموساد وكانوا بيسللوا عشان يغتالوا قائد كبير في غزه. واللي ما يعرفش العقيد ده يا جماعه انه اخطر ضابط اغتيالات في الموساد وبيلقبوه بالثعبان الاسود، وهو قائد خليه اغتيال محمود المبحوح في دبي. بس كده وبنكون وصلنا لهنا لنهايه الفيديو. اتمنى تعمل لايك وشير للفيديو واشتراك بالقناه، واستناني في الحلقات الجايه. مكان معاكم محمد يوسف. السلام عليكم.